عارفين ليه لما مثلا اب بيعمل نوع فيديوهات معين مخصوص كده مثلا عن ولاده وبيبتدي مثلا يتكلم عنهم بصوره حلوه او بيحبهم او بيدافع عنهم او بيديهم حنان مثلا، الفيديوهات دي بتنتشر بشكل رهيب وكل الناس بتتكلم عنها، خصوصا كمان لو كان الاب ده او الزوج ده حد مشهور. عارفين ليه؟ لانه عامه الفيديوهات اللي بتنتشر بالشكل ده بتبقى حاجه نادره جدا وغريبه جدا في مجتمعنا، وللاسف هو ده الواقع الحزين، انه بقى نادر وغريب جدا ان احنا نشوف اباء تبقى مستعده تتدخل في حياه ولادها وتدافع عن حاجات صغيره في حياتها حتى لو كانت بيدافعوا عنهم في قصه شعرهم او مسرحيه بيمثلوها، ويمكن اباء تانية مهتمين جدا بمواهب ولادهم وبيتفرجوا عليهم باعجاب شديد وبيشجعوهم ويفرحوهم. احنا وكتير من الاباء اتحولنا للاسف وبقينا مجرد ATM ماشين، مكنه فلوس وخلاص، ملناش اي علاقه بحياه ولادنا. علشان كده لما شفنا مشاعر حقيقيه من ناس مشهوره زي ممثل مثلا زي ماجد الكدواني او شريف منير اللي طلعوا يدافعوا عن ولادهم او يعبروا عن حبهم لولادهم، الموضوع بقى غريب وبقى ترندي وناس كلها بتتفرج عليه وتقول الله يا ريت كلنا نبقى كده. نفسي فعلا مجتمعنا يتغير ويتعود على نوع الاباء ده. بنشوف امهات كتير بتشجع اولادها او مهتمه بمواهبهم او بتتفرج عليهم باعجاب، لانه غالبا دي طبيعه الامهات وتعودنا على كده. يلا بينا كاباء وكازواج نرجع الغريب انه يكون حقيقي وحياه كل يوم، نكون فعلا عايشين مضحيين وشايفين حب ابونا السماوي وندي نفس الحب ده لاولادنا.